شفته لمدة قصيرة، ولما غادر قال لي على الفاسي رحمه الله: هذا رجل يعتمد عليه، وهذا رجل للكفاح وللنضال وللصبر وللثبات. هذه شهادة كنت قلتها لهم إن شاء الله ما نقدرش ننساها، ولكن شاءت القدر وبيت بعد وفاته أن العمل داخل المغرب هو الطريق المؤدي إلى الإصلاح وإلى الثبات رغم الصعوبات اللي كانت ورغم المخاطر اللي كانت. فكانت لي فرصة أن أقابله عدة مرات في بيت أحد الإخوة ولا مارك بودرغا فانف. عقلت على هذا الشيء باش تعقل عليه بحضور إخوة منهم من قضى الأحداث رحمه الله السي محمد البصري، وبحال باهي، ولكن ما يطول العمر لباقيين السي عبد الرحمن اليوسفي والسي محمد اليزغي ومريم بارك بودركا وبعض الإخوان الآخرين. مواقف الأخ السي محمد بن سعيد دائما مواقف الصمود والثبات، دائما دخول المغرب والعمل من أجل تأسيس الكتلة الديمقراطية. مركز يحتفي بالأحياء ويحتفي بتجربة نضالية هامة في تاريخ المغرب الشقيق. أنا متفق معك على هذه القضية، وأنا كذلك هذا رأيي، ولكن رغبة مجموعة الباحثين والمناضلين والأصدقاء والرفاق على كل طرحوا عليا باش يكون اسمي في مركز على كل لكون يمكن يكون لمعرفة الاسم ولمعرفة كذلك دوره في الحركة الوطنية. هذا رمز اللي يمكن يستفد منه مركز. طبعا أنا ما عنديش عقدة يكون مركز يقوم بهذه المهمة، ونكون كذلك نعطي العطاء بالنسبة للهدف اللي هو البحث التاريخي، البحث كذلك الإنساني الاقتصادي الاجتماعي، كذلك تاريخ الحقيقي لهذه الشعوب، كذلك دعم التوجه الحدثي، توجه المواطنة، توجه كذلك حقوق الإنسان. هذا كله أشياء اللي يمكن تساهم في هذا الفضاء العربي. تنعتبروا الشباب ياخذوا إعلام ديال التطور، ما يمكنش نسميوها ثورة لأن يمكن ثورة مستمرة، على حقاش اللي وقع الآن في تونس اعتبروا خطوة مهمة. وعلى كل حتى الآن كانت أعمال إيجابية اللي وصلوا لانتخاب مجلس تأسيسي، وكذلك الآفاق يكون انتخابات عامة، انتخاب البرلمان تمثيلي حقيقي. هذه خطوة ديال، ولكن ماشي معنى هذا أنه يمكن حققنا الديمقراطية. حققنا الديمقراطية معتبر تتعلق بالفكر الديمقراطي، بالمنهاج الديمقراطي، بالعلاقات، بالحريات العامة، بالحريات الرأي والرأي الآخر، بحيث وحقوق الإنسان وحقوق المرأة. هذه كلها أشياء ديال المبادئ العالمية اللي تخلق الإنسان وتخلق المواطن حقيقي. نعتبر أنه هي اللي تحقق، نعتبر أنها ثورة ديمقراطية، ولكن هو ثورة في سبيل الديمقراطية. وصول التيار الإسلامي في تونس، أيضا صعود التيار الإسلامي، وصول التيار الإسلامي في تونس إلى الحكم، وصعود التيار الإسلامي في المغرب أيضا إلى الحكم، ومصر أيضا. بالنسبة لك كمناضل يساري، يعني شو رؤيتك للمشهد السياسي العربي في ظل تصاعد صعود التيارات الإسلامية؟
وأنا بالنسبة لي نعتبر هذا طبيعي. لماذا؟ لأن التوجهات الإسلامية هما اللي خداو معنى راية النضال السياسي في الفترات الأخيرة. كذلك الديمقراطيين واليساريين كانوا مقموعين، وكانت الدول نفسها تتساهم في القمع ديال الحركة الديمقراطية، وأعطوا إمكانيات للتطور تجاه الاعتماد على الإسلام. طبعا احنا بالنسبة لنا هذه تجربة، إما يعطيو عطاء وأنه الحريات العامة، تعددية حقيقية، الديمقراطية حقيقية، التناوب الحقيقي على السلطة، العمل في إطار تنموي، اقتصاد المنتج، هذا كله أشياء نعتبر هذه تجربة. إما يعطيو إيجابي، عملوا إيجابي احنا نساندوهم، عملوا العكس راه الأصوات ما بقاتش التجربة السابقة، الأصوات راه يمكن يفقدوها، لأن الآن وصلت المرحلة ديال الربيع العربي، معنى إزالة الخوف، والشباب تأخذ أفكاره من القنوات العلمية، من الانترنت، من الفضاءات الحقيقية، بحيث ما بقاش معنى إمكانيته واسعة لهذا الإطار. فنعتبر أن بالنسبة لهم هذه تجربتهم، يعطيو تجربة، احنا ما نكونوش ضدهم، بالعكس إلى قاموا بأعمال مهمة جدا، تحقيق مواجهة الفساد، الاستبداد، وتوسيع الحريات، وإعطاء الفرص ديال الرأي والرأي الآخر، يكون الإعلام ديال المجتمع ككل. نساندوهم، عملوا نفس التجارب السابقة ولا مشاو في نفس المسلسل. على كل تنعتبر أن الجيل لأن ما وقتش، احنا دخلنا لواحد المحطة، واحد المرحلة اللي تنسميوها الربيع العربي، مرحلة معناها كسبت تجارب ديال القمع وديال اسمه التهميش وديال كذلك الاستبداد، ما بقاتش. والجيل المتعلم خدا الاعلام ديال الثوره وديال التغيير. الندوة تطرح قضية الفضاء المغاربي في هذه المرحلة بالذات، إلى أي مدى يعني الحلم المغاربي بالإمكان تحقيقه الآن؟ القطب المغاربي يمكن يتحقق بالتطور الديمقراطي في بلدان المغرب العربي، شعوب اللي يمكن توصل لتحقيق الوحدة المغاربية، والأنظمة ما دام الأنظمة بنفس العقلية القطرية، بنفس الحسابات الضيقة، بنفس بالزبونية، على كل ما يمكنش يتحقق خطوات. راه واحد العدد ديال معنى أوقات كانت مرات وكان فيها قرارات وكان فيها دراسات وكان فيها اتفاقات، ولكن شعوب ما غايبة، سلطة الشعوب غايبة، وبقت سلطة الدول اللي هي داخلة في إطار معناها دولة ديال الأمن، دولة الأجهزة، ماشي دولة المؤسسات. هل تعتقد خاصة بعد زيارة المرزوقي للمنطقة المغاربية بشكل عام أن قضية الصحراء الكبرى لن تكون عائقا هذه المرة في اتجاه تفعيل هذا المسار المغاربي؟ احنا عندنا رأيتنا بالنسبة لحل مشكل الصحراء، نعتبر الصحراء ستكون مركز تواصل، موقع تواصل بيننا وبين الإخوان الجزائريين، ماشي موقع الخلاف واسمه. وطبعا بالنسبة لحلها مهم رجع التطور اللي غادي يحدثوا هذا الربيع العربي، بحيث بما أن تركز تطور في إطار الديمقراطية، في إطار الانتخابات النزيهة، في إطار مؤسسات ذات مصداقية، في إطار الممثلين الحقيقيين للجماهير واللي تحكموا، هذه الأشياء تنتهي. لأن كذلك احنا بالنسبة لنا في عهد التكتلات، ماشي في عهد الانقسامات، ماشي في حاجة نخلقوا دويلات صغيرة، بالعكس نوحدوا هذه الدول اللي الآن وصلوا ل 100 مليون ولا أكثر من 100 مليون بشر، اللي على كل بدون تكتلها، بدون
العمل المشترك فيها، مثلا ما يمكنش نواجهوا تحديات بالخصوص أوروبا أمامنا، حتى هم أنفسهم يعتبروا خصنا نتوحدوا، لأن في التعامل وكذلك في المبادلات وكذا مصلحة الجميع. في الختام يعني مستقبل تونس بعد الثورة وبعد الانتخابات الأولى ومن خلالها مستقبل الشعوب والدول التي شهدت نفس تحرري. وأنا في تونس الآن تيبان لي كاين واحد العدد ديال التطورات ما عنديش معلومات الكافية، لأن تنعرف بعض الأصدقاء بعض الأحزاب التقدمية كنا أصدقائنا وكانوا مثلا في بداية التجربة ما عرفت الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشابي وأصدقاء ديالو كانوا في واحد المدة وجهة نظرهم مع النهضة كان الدفاع عليها، ولكن ما عرفت كيف تقلبت الأوضاع، ما بقاتش العلاقات جيدة، وكان اسمه يمكن المرزوقي أو حزبه ذكي اعتبروا أنه الوضعية على كل ما يمكنش نكونوا نواجهوا الجمهور اللي مع النهضة، لأن النهضة معركتها طويلة مع النظام البورقيبي مع النظام بن علي، نخبة معنا شهدت شجون شهدت المنافي، بقطع النظر عن وجهة نظرهم هي نفسها على كل حصل تطور، ما بقاوش فقهاء الناس يعطيونا إرشادات ولا كذا، ولاو الناس على كل تيشوفوا التجربة الأخيرة تيشوفوا الفشل ديال التوجه الإسلامي الإخوان المسلمين في مصر في عدة أماكن، لأن ضدهم الغرب ضدهم كذلك الفئات الحاكمة على كل، وما يمكن لهمش يحكموا لوحدهم. هنا تجربة على كل صعيب الإنسان يعطي عليها رأي سليم، لأنه يمكن تطور يمكن يعطيوا العطاء إيجابي يحققوا خطوات مهمة تقدمية يمكن يستمروا بحقوا، لأن نظرا الصعوبات كاين الصعوبات، لأن التاريخ السابقة ديال الأنظمة السابقة ثقيلة فيها الداخل وفيها الخارج، فيها الثقافة كذلك، لأن إذا ما كان تطور في الثقافة ديال الإيديولوجيا السائدة اللي هي غالب عليها التقليد غالب عليها، إلا ما كان مجتمع متقدم اقتصاديا وكذا تيكون التطور ديالو ما يمكنش يكون بسهولة وبسرعة. سعداء بهذا اللقاء، إن شاء الله ما زالت البركة كما يقولوا بالتوانسة، وربي يفضلك. شكرا لك. نعم شكرا، كنا سعداء بهذا اللقاء معك. وأنا كذلك تنشكركم، تنعتز بهذا الفضاء اللي على كل ساهمنا على أساس يكون فضاء مغاربي، يكون فضاء اللي تيجمعنا، ويكون فضاء اللي يوحد كل الطاقات، وبالخصوص النخبة المتقدمة النخبة المناضلة اللي تساهم باش أولا على كل تأخذ مكانها في الساحة السياسية في الساحة الثقافية في كل ميادين لتتهم بناء مجتمع متقدم، مجتمع حر، مجتمع ذات ثقافة متقدمة، كذلك مجتمع اللي تتمتع بالحقوق ديالو يسهر على أساس تقدم على أساس توحد كل القوات وكل اسمه تكتلات المنطقة باش نواجهوا تحديات اللي موجودة أمامنا. المشاركة التونسية يعني جاءت في وقت جديد، يعني تقريبا مجموعة من 3 مؤرخين، عندنا يعني بعض من مناضلي المجتمع المدني وحقوق الإنسان كذلك حتى معنا، والفريق التلفزي للتلفزة الوطنية التونسية يعني تحول معنا في تغطية هذا الحدث الذي نعتبره حدث مؤسس ومهم لبناء صالح المغرب العربي والاستذكار ايضا هذه الثورات العربيه ووضعها في اطارها. هل لنا ان نتحدث عن اطار للربيع العربي في اطار مغاربي بحت كما لا نقطعه عن اطاره العربي والاسلامي؟ اذا هنا استذكار كذلك لشخصيه يعني كبيره قد عملت في المجال الحقوقي ومجال النظام السياسي وحتى المجال الاستعماري، وهو السيد محمد بن سعيد. وهنا لا بد من وجود هذه الرموز التي
تنأى بناء عن العمل السياسي والعمل الذكرياتي فقط، بل هي شخصيات رمزية قد نظرت لهذه الرجوع لجمعها في إطار دولة واحدة وجمع شتات هذه الشعوب في إطار مغرب موحد. سأستغل الفرصة لأقول لرفيقنا المتواضع الكبير محمد بن سعيد ولرفاقه أننا مدينون لك بالكثير. لعل أجمل افتتاح لمناظرتنا هذه أن نفترض جوابا على الرسالة التي وجهها المجاهد محمد بن سعيد أيت الدب إلى شابات وشبان 20 فبراير، معتبرا إياهم بناة المواطنة المغربية. ولعلنا في نهاية هذه المناظرة سنقول له جميعا إننا نحن كلنا بناة مواطنة أوسع وأرحب، بناة مواطنة مغاربية، بناة مواطنة في بلدان المغرب الكبير. سنتعرض خلال هذه المناظرة للحراك بالربيع العربي، والذي عرفته بلدان المغرب العربي بأشكال متعددة مختلفة، أفكار بتبادل الرأي حول وأوضاع هذا المغرب الذي ينشده منذ الاستعمار. ولنا عظيم الشرف أن يحضر معنا في هذه المناظرة أبناء رموز وطنية كبيرة كالشهيد مهدي بن بركة، كالشهيد عبد الكريم الخطابي، كالفقيد عبد الله إبراهيم، والعديد من الرموز المغربية والمغاربية. أولا سنستعيد الذاكرة، ذاكرة الأجيال التي بنت الحركة الوطنية. كذلك سنتعرض للبحث، سنضع فكرة المغرب العربي. Si Mohamed, que j'ai connu avec un autre nom, Khaled, aujourd'hui il s'appelle Ben Saïd Al-Idr. Je suis très heureux de faire connaissance avec ce personnage qui est toujours le même du reste. C'est pour moi un militant à qui on doit rendre hommage pour avoir une conception claire de son rôle de militant, servir le peuple et non pas se servir, surtout quand on sait les dégâts qu'il y a eu dans le monde de la résistance, qu'il s'agisse du Maroc, de la Tunisie ou de l'Algérie. Beaucoup à travers le rôle qu'ils ont joué dans cette période de résistance sont devenus des nouveaux oppresseurs de leur peuple. La deuxième chose, c'est que je voudrais rendre également hommage aux citoyens du Maghreb. Si Mohamed ne s'est pas laissé enfermer dans le carcan nationaliste et il est resté ouvert tout le temps sur le Maghreb. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il, comme témoin acteur, il nous a rendu non seulement son expérience, mais il nous a fourni un certain nombre de documents. Autrement dit, il s'est démarqué de cette catégorie de gens qui, parce que résistants, croient que l'histoire qu'il raconte, c'est l'histoire réelle et non pas un témoignage. ليست كما نتصورها الآن أو تصورها قبل الأجيال التي سبقت، ولكنها كانت موجودة وتعززت بشكل كبير خاصة بعد الاستعمار. ولذلك محمد بشحامبة أخو مؤسس حركة الشباب في تونس التي تأسست سنة 1907 هاجر إلى جنيف وأسس مجلة أطلق عليها لو ماغريب،
إذن والمغرب بمعنى المغرب الكبير، وكان من أهدافها هي الدفاع عن مصالح سكان المغرب الراسخين تحت الاستعمار. هذا أدى إلى تعدد مظاهر التفاعل بين هذه الشعوب، وسأمر بسرعة لأن زميلي ذكر العديد من المظاهر هذا التفاعل خاصة في النشاط، وقمت بتصنيف هذه المظاهر. عديد من الجمعيات، لدينا الجمعيات الطلابية والشبابية، أذكر جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين إذا بفرنسا التي قامت في 15/12/1927، وكان من أهدافها تحقيق وحدة الشمال الأفريقي والمحافظة على ذاتيته وهويته من الذوبان، وذلك لإنقاذ شعب شمال أفريقيا من الحكم الاستعماري. إذا كان هدفها واضح، وهو إذا بعد حضاري وكذلك بعد سياسي. كذلك هناك جمعية تعرف باسم جمعية الشباب الموحد للشمال الأفريقي، أسسها محمد العيد الجباري، وهو جزائري مقيم في تونس، وهو من نشطاء الحزب الحر الدستوري التونسي الديوان السياسي. أطردته السلطات الاستعمارية وكان قد أبعد داخل البلاد، ثم بعد ذلك أطردته إلى الجزائر، وهناك أسس هذه الجمعية باتصال مع تونس وبعض الأفراد من المغرب الأقصى. النوع الثاني من الجمعيات هي الجمعيات السياسية والاجتماعية، وذكر أيضا زميلنا جمعية نجم شمال أفريقيا، وهذه الجمعية لعبت دورا مهما واساسيا، وكان من اهدافها الدفاع عن المصالح الماديه واللغويه الماديه والمعنويه والاجتماعيه لمسلمي شمال افريقيا، ونشر التربيه الاجتماعيه والسياسيه في صفوف المغاربه في باريس. بالنسبه للحركات واللجان السياسيه، اذكر هنا ان الشيخ عبد العزيز الثعالبي مؤسس الحزب الحر الدستوري التونسي سنه 1920 قد ذكر في احدى اجتماعات الحزب في سنه 21 الى ضروره تنظيم دعايه في كل من المغرب الاقصى والجزائر، وذلك بهدف تجميع سكان افريقيا الشماليه في حزب قوي بإمكانه تحقيق مطالب الشعب في الأقطار الثلاثة. بل هذا منذ سنة 1921 كان هناك وجود هاج عند الشيخ الثعالبي في وجود تنظيم سياسي مغاربي، وكرسه الشيخ الثعالبي في الواقع في حزبه، إذ ضم الحزب الحر الدستوري التونسي الكثير من القيادات المغاربية وخاصة من الجزائري، بل أن الشيخ صالح بن يحيى أو صالح يحيى كان ممول الحزب، هذا الحزب أي وأعطاه من ماله الكثير، إضافة إلى أحمد توفيق المدني وإبراهيم الفيش وغير ذلك من الشخصيات التي لعبت دورا هاما في هذا الحزب. المنطقة تعيش فترة انتقالية تكاد تكون فريدة من نوعها في القرن ال21، وطرح قضية الفضاء المغاربة والاتحاد المغاربي من جديد في هذه اللحظة هو باعتقادي نقلة نوعية في التفكير المغاربي بدرجة أولى، خاصة أن لأول مرة تطرح قضية المغرب العربي على أساس ديمقراطي، على أساس الحكم المدني، على أساس دور المجتمع المدني، وكذلك يطرح على أساس ليس بالوحدة بالمفهوم القديم، وإنما بشكل اتحاد يمكن أن يكون ذو طبيعة اقتصادية، يمكن أن يكون ذو طبيعة أيضا اجتماعية. ما طرحت في تونس قضية النقاط الخمسة هي بتصوري مهمة جدا، خاصة وأن لدينا تجربة متميزة وهي تجربة الاتحاد الأوروبي التي انطلقت من جزئيات، ولكن هذه الجزئيات بتصوري هي هامة، أي أن ننطلق من الأساس، أي على صعيد اقتصادي، على صعيد اجتماعي، أقصد ذلك التنقل وانتقال الأفراد، تنقل بحرية، بل حتى يمكن أن تكون لهم الحق في الانتخاب مثلا، وكذلك انتقال رأس المال، وبطبيعة الحال هذا سيساعد على إنضاج هذه الفكرة وتحقيقها على أرض الواقع بشكل. باعتقادك بالإمكان المضي من النظري الذي عايشناه
لسنوات طوال إلى الفعل. نعم، وهذا المرجو. يعني كل مؤشرات، كل المعطيات يعني متوفرة في هذا الفضاء المغاربي، فقط باعتقاد الإرادة السياسية. إن توفرت الإرادة السياسية فسينجز هذا بشكل سريع وبسيط، وخاصة أن كل المقومات موجودة، يعني لا ينقصنا شيء. والإرادة السياسية الآن أعتقد أنها سايرة نحو ومتوفر سائر نحو هذا الهدف، لأن الأنظمة يعني في ظل الربيع العربي كلها، سواء المتغيرات العالمية سواء المتغيرات الإقليمية والمتغيرات القطرية، يعني تدفع بهذا الاتجاه. يعني خذ مثلا مشكلة البطالة، لا يمكن حل مشكلة البطالة في تونس أو في المغرب أو حتى في الجزائر إذا لا يفتح سوق واسعة، إذا لا تفتح ويفتح المجال لهؤلاء العاطلين للانتقال والاستقرار في بلدان المغرب العربي. كذلك الرأس المال أو المستثمرين المغاربة بإمكانهم التنقل والاستثمار في هذا الفضاء، فبالتالي هو مدخل لحل الكثير من القضايا الاقتصادية الاجتماعية، وكل كما قلت المعطيات والمقومات متوفرة. يعني أعطيك مثلا بسيطا قضية اللغة، يعني في الاتحاد الأوروبي يمكن يصرف أكثر من $1,200,000 أو أورو عفوا سنويا من أجل الترجمة. نحن لسنا بحاجة إلى الترجمة مثلا غير مطروحة، مثلا الترجمة كذلك العامل الديني، يعني العامل الإثني، يعني كلنا عرب وأمازيغ أيضا موجودين، العامل الثقافي بشكل عام، يعني كلها معطيات ثابتة وتساعد على إنجاز هذا المسألة، هو حتى إنقاذ هذه الدول القطرية، يعني إنقاذها وإيجاد حلول عملية للمشاكل المطروحة في الدول المغاربية. بدات في تونس، بدات مع فرح فاتح الشاب، واستمرت ايضا يعني بالتفاعل مع حرب في الجزائر، والان ايضا ملي بدا هذا الحراك المجتمعي في المغرب في 20 فبراير بدا ايضا التفاعل مع ثوره الياسمين في تونس، ومستمرين باش نبنيو هذاك المغرب الكبير ديال المواطنه. غادي نستغل هذه الفرصه هذه باش نقول بانه العلاقه ديالي الشخصيه مع السي بن سعيد كانت تبدا من مراكش، من جامع بن يوسف، العلاقه مع عائليه. ولكن اول مره عرفت بن سعيد عرفته باسم الحركي الخارج، شي حاجه سميتها جيم، في الوقت اللي بناء ديال منظمه 23 مارس السريه بدايه السبعينات. عرفت ايضا بن سعيد اللي كان هو تقريبا لوحده يعني الطبقه العامله ديال انتاج واحد المنتوج سميتو جمعيه 23 مارس باريس، العمليه ديال الطبع ديال الانتاج. ثم انوال من بعد، اول ما دخل المغرب السي محمد بن سعيد 81 جا زار السجن المركزي في قنيطره. احنا بالفعل في هذه المرحله من تاريخ المغرب العربي والعالم العربي بشكل عام هي مرحله خاصه، مرحله هامه جدا تتميز بكون اعاده، اقول بان اعاده تساؤلات طرحت طبعا، وهذا لا يجمع ربما تجربه الامس بما نعيشه اليوم، والفضاء الذي يمنحنا اليوم مركز محمد بن سعيد لالتقاء التساؤلات، كذلك التعبير على آمال الأمس وانتظارات اليوم. نحن بالفعل يجب أن نستحضر كذلك خيبات الأمل. كانت هناك خيبات أمل، كانت تعثرات، وربما هذه فرصتنا لاستحضار كل هذه المسائل، كل هذه الامال وكل هذه التجربه باملها وبخيبات املها، استحضارها لاستخلاص الدروس وقراءه التجربه الحاليه، بما كذلك إعادة بعث الأمل الذي أعطته للأجيال السابقة ولجيل اليوم، هذا الجيل الجديد الذي استطاع أن يعيد بعث الأمل.
للمشاركة في هذا اللقاء المهم والمهم جدا، والذي صادف مجموعة تباشير خير في الأيام الأخيرة حول موضوع المغرب العربي. طلب مني أن أتحدث قليلا عن ذاكرة الموضوع، عن ذاكرة وحدة الشمال الإفريقي، عن ذاكرة وحدة المغرب الكبير. أعرف أن الذي يهم هو المستقبل، ولكن للماضي أثر كبير على المستقبل دائما، ولا بد بين الجهة والأخرى من التذكير بالآباء المؤسسين للفكرة، بالذين حلموا بالفكرة، بالذين ينتظرون من الأجيال الحالية والمستقبلية أن تنفذ الفكرة. والعلاقة بين الحلم والتنفيذ عادة هي علاقة جدلية. في هذا السياق الوقت 10 طبعا لأن التجربة طويلة وطويلة جدا وتحتاج إلى وقت طويل، ولكن مع ذلك لابد من التذكير في البداية أن عمل ونشاط المغاربيين حول وحدة المغرب العربي انطلق بهذا الشكل أو ذاك كرد فعل على وحدة قسرية، على وحدة فرضت علينا رغم أنفنا، على وحدة فرضت ضد مصالحنا، وهي الوحدة التي حققها الفرنسيون في هذه البلاد، المغرب الكبير. 1830 كان احتلال الجزائر، من الجزائر ثم الاتجاه شرقا إلى تونس 1881 وغربا إلى المغرب سنة 1912، وكون الفرنسيون ما سموه شمال إفريقيا الفرنسية، أو ما سموه أحيانا شمالنا الإفريقي. إذن هذه وحدة قسرية فرضت علينا، ووحدة تحكمت فيها إيديولوجية استعمارية فرنسية. فلا بد من التذكير بأن حركات المناداة بوحدة أخرى كانت حركات مضادة. فالنخب المثقفة في المنطقة، النخب السياسية في المنطقة بدأت تفكر في وحدة بديل، وهذه الوحدة أول شيء فكرت فيه هو وحدة النضال أولا ضد الاستعمار، وبعد ذلك تبنى وحدة بلدان مستقلة في المستقبل. إذا فكرة الوحدة لدى الأجيال السابقة كانت فكرة استشرافية بالأساس. لماذا؟ لأنها بدأت في الاستعمار، وبدأت حركتهم في البدايات الأولى لاستسلام المغرب ولفرض معاهدة الحماية عليه. على رأس الرموز التونسية الأخوان علي المغرب العربي في ميدان الكفاح، يعني هذا اعتراف من شخص ناضل كذلك من أجل المغرب العربي، يعترف بأسبقية علي باش حمدان. وطبعا كان إلى جانبه أخوه محمد. البدايات كانت في اسطنبول، في برلين، وفي جنيف والجزائر برئاسة التونسيين صالح الشريف والشعب الجزائري التونسي. كما صدرت في نفس السنة من جنيف مجلة سميت مجلة المغرب، الشاذلي السنوسي، بشير زرو، الشيخ محمد العتابي الذي التحق بهم، يعني بدأ المغرب يلتحق بهذه الجامعة الإسلامية كذلك جزائريا. المغربي الكبير الذي حلم به الأجداد ونسعى اليوم لينعم به الأحفاد. قبل أن أدخل في صميم شهادتي أجد لزاما علي وأنا القادم من بلاد الشنقيط أرض المنارة والرباط موريتانيا أن أوجه التحية إلى مدرسة من مدارس المقاومة وقلعة من قلاع الصمود والنضال استعصت على كل إقراءاتي وترحيب المستعمر البقيع. إنه محمد بن سعيد آيدها، ونشيد بمنظم هذه الترعات المتميزة والثرية باختلاف مكوناتها والمشاركين فيها، والتي تأتي
في وضع عربي حساس وفي وضع مغاربي أكثر خصوصية. بالنسبة للربيع العربي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس منذ أن أقدم ذلك الشاب النحيف بسيدي بوزيد على إحراق نفسه، فاتهم لهيبه حكام تونس ومصر وليبيا واليمن، ولا ندري من يكون الخامس. مدى أهمية مثل هذه المنتديات والملتقيات في اتجاه تأسيس مغرب عربي كبير؟ بدء أعتقد أن هذه المؤتمرات جد مهمة وجد، لأنها تمثل الفضاء الأوسع للقاء النخب المغاربية، لقاء الشباب المغاربي. هي تمثل فرصة نادرة لتبادل الأفكار، لتلاقحها، كما يقال نصف عقلك عند أخيك. نحن للأسف الشديد نارا للأنظمة التي كانت موجودة من قبل الربيع العربي لم نكن نجد فرصة للقاء. كان لقاؤنا الوحيد هو لقاء وزارة الداخلية، لا الشباب يلتقون، لا النخبة تلتقي، لا المثقفون يلتقون. كل هذا ينعقد على مستوى الأنظمة. الآن فقط أحسسنا بعد أن تنفسنا بهواء الربيع العربي الخالي من أي مناقصة دكتاتورية، أننا الآن نحسب أنفسنا كشباب مغاربي موحد، وأننا يمكن أن نشكل نواة لاتحاد مغاربي موحد هو حلم به الأجداد ونسعى اليوم لينعم به الأحفاد. إذا أحيي المنظمين على هذه التظاهرة، وأحيي كذلك وأقدم التحية لشعب تونس العظيم الذي لولا انتفاضته لما كنا اليوم هنا ولما انعقدت من هذه الانتفاضة. فالشعب التونسي يستحق كل التحية والتقدير من موريتانيا الحبيبة. وأدعوكم للمشاركة في هذه الندوة المغاربية التي ينظمها المركز في موضوع الفضاء المغاربي في ضوء الحراك العربي، وهو موضوع في تقديرنا راهن ومشروع جعلناه من أولويات اهتمامنا وبرامجنا، بل هو أولويات الأولويات وأهم الخلاصات التي انتهى إليها اليوم الدراسي الذي انعقد في شهر شتنبر من السنة الماضية بمدينة المحمدية، ومن يومها انكبت اللجنة المنظمة على الإعداد والتحضير المادي والأدبي له. أهمية طرح هذا الموضوع، موضوع الفضاء المغاربي في ظل أو في ضوء الربيع العربي في هذه المرحلة بالذات. أهميته جاءت من إحيائه من قبل الجهات الرسمية في المغرب العربي كله، في تونس، في المغرب، في موريتانيا، في ليبيا وفي الجزائر. ولكننا في المركز كنا نهتم بهذا الموضوع من يوم تأسيسه، وخرجنا بتوصية في يوم دراسي يحدد معالم وآفاق العمل داخل المركز، وأعطينا الأولوية القصوى لهذا الموضوع. هناك أمور أخرى عاطفية لابد أن أستحضرها. أنا رأيت حلقة في قناة لعلها نسمع، حاول مقدم البرنامج أن يعقد لقاء بين مغربي وجزائري في تونس، نظرا لصعوبة التواصل. هذا المغربي من وجدة، والتونسي من وهران، والجزائري من وهران، ولكنهما لم يستطيعا اللقاء، وكانا صديقين حميمين منذ الطفولة. هذا واحد. ثانيا، أعجبني تدخل الوزير التونسي في برنامج مباشرة معكم حينما طلب منه أن يقدم ضمن الفريق آخر مقترح له في البرنامج، فقال: أنا أريد أن أعيش حتى لا أعود أسمع أنا تونسي وأنا مغربي، وأنا أريد أن أسمع أنا مغاربي. من الناحية الاقتصادية هناك خسارة عظمى في غياب هذه الوحدة. كثير من الفرص تضيع، سوق كبيرة، طاقة بشرية هائلة، فضاء متنوع، جغرافيا غنية جدا. إذن والظروف الآن مواتية، الكل مستعد. تبدو أن هناك إرادة حقيقية في بنائها، بل حتى الأجانب من مصلحتهم أن يبنى هذا المغرب العربي الكبير، ليجدوا مخاطبا واحدا، ليجدوا صوتا واحدا، ليجدوا أيضا مشروعا متكاملا. لهذه الأسباب كلها نحن متحمسون جدا
للدعوة إلى بناء هذا المغرب العربي الكبير. يعني تعتقد كون قضية الصحراء الكبرى لن تكون عائقا في هذه المرحلة لبناء صرح مغرب عربي كبير؟ عندنا نحن في الآداب فكرة تتحدث عن الجمال وتقول إن حقيقة الجمال هي الانسجام، والانسجام هو التعايش بين المتناقضات، بين الاختلافات، هو الوحدة في التعدد. هناك أمور كثيرة حولها خلاف، منها قضية الصحراء، وستبقى الخلافات إلى أن يرث الله الأرض، ولكن هناك مصالح يتفق حولها الجميع ومقتنع بها الجميع. يجب أن نبدأ بما نتفق عليه وأن نؤجل أو نضع قوسين الأمور التي نختلف عليها، وأنا متأكد بأنها ستجد حلها، ليست معضلة أزلية. أعود بك إلى نشاط المركز. ما هي آفاق أنشطة المركز خاصة في ظل تنظيم ندوات علمية على هذه الأهمية؟ في الأفق القريب نريد أن نهتم بشخصيات مغاربية. في المغرب عندنا محمد بن العربي العلوي وعبد الكريم الخطابي، في تونس عندنا سميتو شخصيات كثيرة سنستشير مع زملائنا في تونس ويقترحون علينا. في الجزائر هناك عبد القادر الجزائري، هناك عبد الحميد بن بادس. على كل حال هذه الشخصية نعتبرها رموز، ومن شأن هذه الرموز إذا استحضرها الجيل الحاضر واقتدى بها بقيمها بمثولها بتضحياتها، ربما نستطيع أنه ستكون هذه هي موضوع بالإضافة إلى إحياء أو على الأقل العناية بالتاريخ المعاصر، وخاصة نحن في المركز أغلبنا ينتمي إلى اليسار، يجب إعادة كتابة تاريخ اليسار الذي لم يكتب بعد. باعتقادك إلى أي مدى الربيع العربي سينعكس إيجابا على الفضاء المغاربي؟ في تقديري الشخصي المتواضع أعتبر على أن ندوة من هذا القبيل تنظمها فعاليات مجتمع مدني وفعاليات فكرية وثقافية وأكاديمية، وأيضا يحضرها نشطاء سياسيون وشباب ساهم بشكل أو بآخر في هذا الحراك الذي يعرفه العالم المغاربي في هذه الفترة من تاريخنا المعاصر. أعتبر في تقديري أنها ستكون إضافة نوعية. لماذا؟ عفوا، لاعتبارات عدة. الاعتبار الأول هو كون أن المبادرة تأتي في سياق تحلحل وتحول انطلق من الشقيقة تونس وامتد صداه بشكل أو بآخر ليعم الأقطار المغاربية. كان صداه قويا في الجوار الليبي وانتهى إلى تغيير النظام بهذا البلد، وأيضا هذا امتد إلى حراك مغربي عرف تحولا على مستوى الدستور، على مستوى حكومة جديدة. أيضا التململ ولد أو أحيا هذه الفكرة من جديد لدى هذه الشعوب. وأخبرك مثلا بأن مثلا الحراك في تونس كان له صداه سريعا في المغرب، بحيث أنه بعفوية وتلقائية. أقول هذا على المستوى الجماهيري الشعبي الشبابي. هناك هذا المعطى. المعطى الثاني هو أنه بشكل أو بآخر فرض حتى على المسؤولين أن يعيدوا النظر في حساباتهم، بمعنى ذلك التكلس وتلك الحسابات الضيقة التي طبعت العلاقات بين الأنظمة آن لها بقوة الفعل والواقع أن يعاد فيها النظر. وأعتقد على أن تحركات الرئيس التونسي مؤخرا في المنطقة، تحركات وزير الخارجية المغربي في المنطقة، الاجتماع الأخير في الأسبوع الماضي لوزراء خارجية الدول الاتحاد المغاربي أو المأمول أو المنشود، حول هذا المشروع من فكرة وضع لها أن توضع في الثلاجة إلى أن تصبح مشروعا للإنجاز. لأن الآن حتى على المستوى السيكولوجي العام يعني أرضية أصبحت صالحة جدا، وبالتالي حتى من لم يرد أن يتفاعل سيصبح بشكل أو بآخر يعيش هذه العزلة. وبالتالي نجد هناك من يتجه نحو تأسيسها على المستوى الرسمي لحسابات ما، وهناك على المستوى الشعبي من يعرف على أنه ذاته ووجدانه وكيانه هو مغاربي بامتياز. وأيضا مسألة أخرى ربما التقطها المسؤولون هي كون أن الحسابات الاقتصادية لهذه الأقطار لا يمكن لها أن تتطور وأن تتحسن في ظل التقوقع على الذات. بمعنى إذا أراد كل بلد أن ناتجه
الداخلي الخام يرتفع فعليه أن يفتح حدوده، عليه أن يفكر اقتصاديا في هذه بمعنى حتى في غياب العامل العاطفي، العامل البراغماتي المصلحي الواقعي يفرض عليهم هذا التكتل، لأن كيف أن الآخر الأوروبي في الضفة الشمالية للبحر المتوسط بناها على أسس اقتصادية وهو يراكم حتى وصل إلى ما وصل إليه، ونحن الآن تجد أنت ربما جئت من تونس وتعيش تضطر إلى تحويل عملتك بعملة أجنبية وتعيدها بمعنى عملة أيضا مغربية. أنا لا أن أذهب مثلا أنا إلى تونس بعملة واحدة وأن أعفى منك وأنت أيضا، وأن نلغي مسألة الجوازات، مسألة التأشيرات إلى آخره، بمعنى أن المناخ العام أعتقد في تقديري مساعد جدا على هذا المستوى. وقلت وأعيد وأكرر على أن من لم يرد أن يركب هذا القطار فبشكل أو بآخر، وأستعيد هنا مقولة علي عبد الله صالح، سيفوته القطار بلغة أو بأخرى. طرح المغرب العربي كان هو وقت مناسب حتى باش تكون في تلاحم بين القطر الشقيقة بين المغرب وتونس وليبيا والجزائر، وتكون في عدة اقتراحات من عدة نخب سياسية، وتكون معناها إن شاء الله بوادر طيبة في المستقبل القريب إن شاء الله في عدة أمور مثل سياسيا وعسكريا، وتكون لجان مشتركة مغاربية عربية تقدم إن شاء الله تقدم الاستفادة للدول العربية إن شاء الله. تعتقد بإمكانية التنسيق الثنائي خاصة في ظل وطأة العلاقة بين ليبيا وتونس، ومن ذلك المضي إلى وحدة متكاملة؟ أكيد ما عندك شك في الشيء هذا. وتونس وليبيا هي ثورة تونس كانت البداية، ولولا تونس لولا اكتملت ثورة ليبيا، لأن تونس كانت الأرضية المهيئة لثورتنا والإنجاح ثورتنا، والحمد لله ووفقنا في ذلك، وإن شاء الله تكون ثنائية مميزة بإذن الله في القريب العاجل. شو السبل اللي تخلي يعني الشعوب المغاربية قادرة أن تتكامل اقتصاديا وسياسيا ولما لا جغرافيا؟ والله هو وحدة الصف أولا، ووحدة أولا احنا أول كل شيء احنا اللي يربطنا هو الإسلام، ديننا هو الدين العربي، الدين الإسلامي هو الدين المشترك للدول العربية، وثانيا اللغة العربية هي لغتنا، فلذلك حتكون مثل في المستقبل القريب حتكون الأمور الاقتصادية والأمور السياسية حتكون إن شاء الله فيها تغير كبير جدا إن شاء الله من أحسن لأحسن. Mohamed Ben Saïd Aïtidr est une personnalité singulière. Aussi, le comité d'organisation a tenu à donner à cette rencontre dédiée à ce personnage hors pair un caractère particulier. En signalant dans l'argumentaire de cette rencontre l'importance du Maghreb en tant qu'espace géopolitique interagissant avec les bouleversements qui ont secoué le monde et la région arabe en particulier ces derniers mois, le comité d'organisation s'est interrogé sur l'impact de ces événements sur le Maghreb. Ouvre-t-il la voie à une citoyenneté maghrébine? L'imitation profonde actuellement en cours en Tunisie et en Libye impacterait-elle de façon significative le reste de l'espace maghrébin? Les jeunes acteurs de ces bouleversements seraient-ils mieux nantis et mieux inspirés que leur aîné? Nous avons voulu, lors de la préparation de cette rencontre, appréhender le Maghreb en tant qu'espoir et mémoire au pluriel des Maghrébins, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Espoir, vécu et mémoire racontés dans la foulée de ce qui communément est désigné par le printemps arabe. الفضاء المغاربي فضاء موحد عبر التاريخ، لأن الفضاء في البداية قبل دخول الإسلام كان فضاء أمازيغي واحد فيه تداخل بين القبائل، تداخل بين المصالح. لما تحولت المنطقة وتأسلمت وتعرب جزء منها، ظل أيضا هذا الفضاء يبحث عن تفاعل إيجابي مع الثقافة التي حملها الإسلام مع ثقافته الأمازيغية الأصلية، فبلور ثقافة خاصة. هذه الثقافة المغاربية هي اللحمة الجوهرية الموجودة في الفضاء المغاربي،
وتعرفون في دراسات منظمة اليونسكو من أجل توحيد التواصل وخلق فضاءات بين الثقافات هناك توجه استراتيجي أممي نحو خلق مجموعات كبيرة لتشابهات فيما بينها، فتبرز منطقة المغرب الكبير كالمنطقة الأكثر استعدادا لهذا، لعلها نموذجية طبعا أكثر اندماجا على المستوى اللغوي، على مستوى تأويل الإسلام، على مستوى ممارسة العقائد الدينية، على مستوى الأكل، مستوى العيش، يعني الذي نختصره من ناحية الأنثروبولوجيا في كلمة ثقافة. إذن هذه الثقافة موجودة موحدة. من ناحية ثانية هناك ما نسميه بطبيعة الحال لو مغرب، بالفرنسية كنسموه لو مغرب والنيجاتيف، يعني المغرب الكبير الموجود ولكن الجنيني الموجود بشكل مضمور كجنين كالصورة، يعني ما تكون في شكلها الأصلي نيجاتيف ويجب إخراجها إلى صورة، أو كالجنين الذي يجب انتظار أن يكتمل وأن يصدر إلى الحياة. هذا المغرب الجنيني موجود. أين هو موجود؟ موجود في الحركات الحقوقية، نفس الحركات الحقوقية، موجود في الحركات الشبابية، موجود في الحركات النسائية، موجود في مستوى الأفكار وبلورة المفاهيم. وفي هذا الإطار هناك تفاهم لا بأس به بين الجامعات المغاربية، وهناك أن نقول منتوج علمي مغاربي مقابل المنتوج العلمي الشرقي، هناك تناغم بينهما، ولكن هناك الخصوصية المغاربية موجودة. هذه الخصوصية لدرجة مثلا أن يصعب كثيرا على شرقي إن لم يكن متوغلا في الثقافة المغاربية أن يفهم ابن خلدون، لأن خطاب ابن خلدون بكلماته فيه كلمات من عمق هذا التراث المغاربي المشترك. الآن ماذا وقع حتى أن هذا المغرب الكبير لم يتشكل؟ هناك أعتقد أن المرحلة الحالية مناسبة للمضي من النظر إلى الفعل. لا بالطبع، لذلك أريد أن أعود شيئا إلى الوراء وأنا مؤرخ في التكوين. هناك عائقين أساسيين لا زال قائمين، العائق الأول ثقافي والعائق الثاني سياسي. العائق الثقافي وهو عميق، هو أي وحدة نريد منذ التفكير في هذا الفضاء المغاربي. هناك توجه نحو وحدة اندماجية لخلق قطر واحد وبلد واحد، وربما توجه سياسي واحد، هذا الذي نسميه الوحدة الاندماجية، مقابل وحدة فيدرالية تؤمن بالتعدد، تؤمن بهذا، ولكن تفتح. لا يمكن أن نتصور الوحدة بدون التعدد، لأن التعدد لوحده يؤدي إلى النزاع، والوحدة لوحدها تؤدي إلى عمليا إلى الإجهاض وإلى هذا التضارب الثقافي. لم نعمقه بعد. هذا إطار مطروح على المثقفين، على نساء ورجال المجتمع المدني، على السياسيين، لنعمق هذا الجانب الثقافي ونبرز هذه الثقافة المشتركة. وأظن أن المغرب الكبير لا يمكن أن يكون، هذا وجهة نظري الخاصة، إلا فيدراليا. يجب القطع مع النظرة الاندماجية التي أجهضت كثير من التجارب. العائق الثاني سياسي، اللي هو أن الفضاء المغاربي حتى في مرحلة الاستعمار كان فضاء حر من ناحية التنقل. كان يمكن التنقل من الدار البيضاء إلى طرابلس عبر القطار إلى تونس، ثم في منطقة أخرى كانت الحدود مفتوحة، كانت البضائع تتحرك، كانت الأفكار تتحرك. وكان المفروض بعد خروج الاستعمار أن نركز هذا، بل مع الأسف بنيت الدول الوطنية على قاعدة القطرية الضيقة وغلقت الحدود، غلقت. هذا العائق السياسي. الآن الحراك العربي والمغاربي بشكل خاص خلق نوع من ارتجاج كبير في هذه البنية، لا الثقافية ولا السياسية. ففتح المجال للنقاش عن القاعدة الثقافية، وفتح المجال أيضا لتصور مستقبل سياسي مشترك. وأظن بأن لا أفق له إلا في إطار الفيدرالية.
نعتقد نحن في مركز الدراسة والبحث للأستاذ محمد بن سعيد أن هذه اللحظة يمكن أن تكون لحظة انطلاق، لحظة بلورة أفكار مؤسسة جديدة مبنية على قاعدة الحوار، على قاعدة الإنصات، على قاعدة احترام الاختلاف، وخصوصا على قاعدة أن لا مستقبل لنا إلا جميعا. كلها مطالب تتغير التوزيع العادل للسلطة السياسية بغض النظر عن الجهات الفائزة في الانتخابات، لأننا جينا نحددوا شوية. فضمنها اليسار فاز بمواقع متقدمة، وهذا حديث آخر وتحليل ليس المجال هنا للخوض فيه. السمات الغالبة على الحراك الشعبي في شمال إفريقيا والشرق العفوية، بحيث أن جل المظاهرات الأولى إن لم تكن تطبع العفوية فالتحاقات المواطنين بها كانت عفوية. التنظيم كان متحررا شيئا ما، وكان خفيفا لتسهل عملية التحرك ولتسهل أيضا عملية اقتراح وتنفيذ المبادرات والاحتجاجات. سهولة تمرير المعلومة وخصوصا عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، الهاتف المحمول والإنترنت. سهولة التوحد حول 3 إلى 4 مطالب تكون هي العناوين الكبرى وتعبئ الشارع: إسقاط النظام، دستور جديد، ديمقراطية، إسقاط الفساد ومحاسبة المفسدين. أنا لن أبتعد عن سياق الحديث عن الثورات وعن الثورة التونسية، فبعد مداخلات أساتذتنا وباحثينا وبعد أن أدخلنا تاريخا وذاكرة عن اتحاد مغاربي يجمعنا، سأنتقل معكم لرحاب الصورة والكتابة والصوت، رحاب الإعلام. أبدأ بالتعريف بنفسي، لعل الكثير من الموجودين في هذه القاعة يعرفونني صوتا رافقتهم خلال كل لحظة من لحظات الثورة التونسية المجيدة في أقصى لحظات تشنجها عبر موجات أثير إذاعة ميديا عام. أنا مبروكة خضير، مراسلة إذاعة ميديا عام في تونس. أنا أيضا صحفية مصورة ومراسلة لقناة ألمانية ناطقة بالعربية تبث باللغة العربية لمدة 14 ساعة في اليوم، هي تلفزيون دوتشي فيلا. باحثة كذلك في الماجستير في كلية الأدب والعلوم الإنسانية في اختصاص تحليل الخطاب. لا أطيل عليكم كثيرا لأقول أنني كنت جزءا من ثورة الكرامة والحرية التي لا أسميها ثورة الياسمين، فهي حقا كانت ثورة فيها الكثير من الألم والمرارة التي يمثلها العدد القليل للضحايا من البشر مقارنة بالثورات العربية التي تلتها. وبما أننا نحن الإعلاميين وركبنا وشاهدنا وعشنا أشد لحظات الألم مع عائلات الشهداء والمواطنين، أقول حقا أنها لم تكن ثورة الياسمين، وأن الربيع العربي أصبح خريفا لدى الشعوب التي لم تستوفي بعد كفاحها من أجل الإطاحة بالديكتاتوريات. تبدو الصورة لكم من خارج تونس صورة جميلة ووردية، لكن المتأمل من الداخل يدرك فعلا أن التونسيين ما زالوا يرزحون تحت وطأة العدة لم تستوفي الأهداف التي اندلعت من أجلها. وددت قبل أن أمر معكم لتقديم ملاحظاتي وانطباعاتي واستنتاجاتي في إطار هذه الندوة أن أرحل معكم بالصورة إلى ذاكرة قريبة. كنت سأعرض عليكم لدقائق معدودة فيلما قصيرا حضرته حتى أكون من خلاله قادرة على أن أقرب لكم صورة الثورة التونسية التي كانت بداية التحولات الجذرية في الوطن العربي، والتي كانت منطلقا لأن نجتمع جميعنا هنا لنعيد التفكير في أمل كبير في تحقيق الاتحاد المغاربي، لكن للأسف لظروف تقنية ولعامل الوقت لم يتسنى لنا عرض هذا الشريط. أنا أعتبر نفسي جزءا، وقد كنت طوال الثورة التونسية وكذلك الثورة الليبية إعلامية في الميدان، إعلامية ومواطنة قبل كل شيء، تتابع عن قرب ما يجري ومقتنعة تمام الاقتناع أن من صنع الثورات هي فئة الشباب الذي لا زال غير راضي إلى الآن ويائس من أن هذه الثورات قد نجحت، وهذا الشباب الذي دعوتم في كل جلساتكم منذ البارحة لأن يكون هو مفتاح إحياء اتحاد المغاربي. ولكن السؤال المطروح، هذا الشباب الذي ما زال يبحث في زحمة مشاغله اليومية الضيقة عن الدخول إلى سوق الشغل وحفظ الكرامة، كيف له أن يفكر اليوم في مجرد التفكير في وحدة المغاربية؟ هو بعيد عنها أصلا لأنه منشغل بما هو داخلي قبل كل شيء. لماذا تابع الليبيون؟ بالنسبة لي ليبيا كانت تسونامي المغرب العربي، وفي ليبيا ما حدث في تونس يؤثر على ليبيا والعكس صحيح.
فتونس وليبيا هم الأقرب في الجوار وفي رابطة الدم، وبالتالي من الطبيعي أن يشكلان الليبيون معنا ما حدث في تونس كي يطبقوا ما لديهم. نحن اضطرنا لأننا لم نعد نتحمل عقود القمع المفروضة والتجهيل ووجودنا القصري في التاريخ. مسألة التدخل الأجنبي هي مسألة مغلوطة. إعانتنا الأجنبية لم تعني أن يصبح وصيا علينا، هو عامل مساعد. فدونه بإمكان القذافي كان يبيدنا جميعا، ونحن شعبا انتفضنا ضد الاحتلال البربري الإيطالي لن يقبل أبدا احتلال جديد تحت أي مبرر كان. وفترة الانتقالية هذه فترة طبيعية تحدث انفلات من هنا وهناك. المخصص ليس يسيرا، يتطلب وقتا نرجو أن لا يطول، ومؤسسات دستورية ومحاولة نشر الثقافة وعدد إن شاء الله بتكون الأمور بالمغرب العربي حتكون معنا بادرة إن شاء الله في المستقبل القريب أفضل ما كان عليه سابقا، لأن كان النظام سابقا مهمش فكرة المغرب العربي معمر القذافي كان يريد أن يشكل ما بوسعه. وبالنسبة للتحرك العبور المواطنين ستكون قريب العاجل، حتكون فترة انتقالية في دخول المواطنين المغاربة بدون تأشيرات وبدون عوائق، وستكون بادرة إن شاء الله في المستقبل طيب إن شاء الله بإذن الله. تحدث فيها. أعتقد بالنسبة لهذه المسألة، مسألة ما يحدث الآن في تونس وفي منطقة المغرب وحتى في المنطقة العربية، لا يمكن أن نفهمها إلا من خلال الرجوع إلى التاريخ. فما حدث في تونس وما حدث في ليبيا والإرهاصات التي رأيناها هنا في المغرب وفي بقية المناطق الأخرى هي تعبر عن مخزون موجود تاريخي في اللاوعي التاريخي لهذه المجتمعات، في اللاوعي التاريخي لهذه المجتمعات. نحن نعيش ذاكرة، نحن في قلب ذاكرة. هذه الذاكرة الذاكرة الجماعية لأي مجتمع ما. على الأقل هنا في تونس مثلا نعيش ما أسميته بالوجع الذاكري. هناك جراح ذاكرية مثل ما وجدت في تونس، هذه الجراحة الذاكرية هي وجدت أيضا في المغرب وفي الجزائر. هناك نوعان من هذه الأوجاع الذاكرية أو الجراح الذاكرية. هناك نوع من الوجع الذاكري الاستعماري في الفترة الاستعمارية، وهي التي نعبر عنها بالجرائم الاستعمارية التي لم تلقى إلى حد الآن اعتبارا من هذا المستعمر، سواء كان إيطاليا أو فرنسيا أو إسبانيا. وهناك أيضا الوجع الذاكري أو الآلام الذاكرية أو الجراح الذاكرية لفترة ما بعد الاستقلال. Sur la jeunesse, parce que depuis le début du printemps démocratique, on parle tout le temps des jeunes. Maintenant, je pense qu'après plus d'une année de ce mouvement, il y a lieu de faire une petite évaluation, un petit bilan sur le degré d'implication, sur l'implication de cette jeunesse qui représente plus de la moitié de la population du Maghreb, son implication dans le processus de transition et dans le processus de démocratisation, parce qu'elle a joué un rôle dans c'est la jeunesse qui est sortie dans les rues maintenant. Il ne faut pas revenir à la tradition du régime, et la jeunesse elle est présente dans leur discours officiel, elle glorifie cette jeunesse, mais sur le terrain, elle est exclue. La jeunesse aujourd'hui maghrébine, c'est une jeunesse désespérée, c'est une jeunesse qui a perdu les repères, c'est une jeunesse qui se cherche. Sinon, comment expliquer le phénomène, le taux de suicide, surtout le phénomène de haraga, des centaines de personnes, des centaines de jeunes qui essayent de quitter de fuir les pays du Maghreb en traversant la Méditerranée dans des barques avec ce risque. Et même s'ils sont échappés à la mort, il y a la prison qui les attend. Donc je vais parler un peu sur la question sur l'Algérie, parce qu'il y a un mouvement en Tunisie, on l'a suivi de près, il y a un mouvement en Égypte, et il y a des gens qui disent, voilà, en Algérie, ça ne bouge pas, alors qu'on vit dans la même situation, dans la même misère, parce qu'on partage, on a beaucoup de points communs, donc on a le même climat, la place géographique, aussi on vit les mêmes problèmes. En Algérie, il a une certaine particularité.
c'est que tout d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit en Algérie ça ne bouge pas, ça bouge, il y a tout un mouvement social, il y a des jeunes, il y a des étudiants, il y a des chômeurs, et il y a des syndicats qui sont présents dans chaque jour, il y a des milliers de manifestations. C'est que la manière avec laquelle bouge la société algérienne est différente de celle en Tunisie ou en Égypte. Ça est dû à plusieurs facteurs. Parmi les facteurs, donc il ne faut pas oublier la décennie rouge. Donc il y a un traumatisme vécu par les Algériens. Donc il y a plus de 200 000 morts, des milliers disparus, des millions de déplacés forcés. Donc quand même, c'est vivre une guerre civile pour une période de 10 ans. Elle a traumatisé la société algérienne. Elle aspire un minimum de paix. D'un autre côté, le régime algérien, c'est un régime qui possède tout, une institution militaire, l'argent. Donc il y a cette rente pétrolière dilapidée qu'il utilise pour avoir la clientèle. الندوة أكدت على أنه الآن هناك فرصة فريدة لإعادة دفع يعني مسار بناء الاتحاد المغاربي. من غير شك ما يسمى الربيع العربي أو الثورات العربية قربت بين الشعوب وقربت بين النخب، وأيضا جعلتنا أمام فرصة إمكانية أن يكون هناك مشروع موحد قائم على منظومة قيم أساسية. فبعد الحديث عن مغرب النظم أو الحكومات ومغرب الشعوب يمكن التحدث الآن عن مغرب المواطنة ومغرب القيم. هذه الندوة أكدت على هذا المعنى، أن من المهم أن ينظر إلينا الآخر باعتبارنا فضاء موحد، ومن المهم أن ننظر إلى أنفسنا باعتبار يجمعنا الثقافة ويجمعنا التاريخ ويجمعنا الحضارة ويجمعنا الدين ويجمعنا الحلم المشترك ويجمعنا يعني المشروع المستقبلي. يا حبذا وأنا كما تعلم مهتم بالثقافة، لو أنه تقام معارض مثلا في أوروبا تكون معارض مغاربية، تقام يعني الأسواق مغاربية، معرض كتاب يكون مغاربي، معرض الفنون مغاربي، يعني معرض ربما للسينما مغاربي. فهذا لابد أن لأن الآخر في الحقيقة معناها يحتاج خطوة منا لكي يعاملنا بهذه الطريقة وينظر إلينا باعتبارنا فضاء موحد. ولاحظنا هنا أن كل الحاضرين من ليبيا، من الجزائر، من موريتانيا، من تونس، من المغرب، أسرة واحدة، عائلة واحدة، في انسجام تام وبأمل كبير في أنه إن شاء الله يعني نتقدم خطوات باتجاه البناء المغاربي. ربما في الماضي كانت العوائق سياسية أو بسبب ضعف الإرادة السياسية. الآن هناك دفع يعني قاعدي، دفع شعبي، دفع من المجتمعات من أجل تجاوز هذه العوائق السياسية وبناء معناها يعني اقتصاد مندمج وبناء يعني ثقافة مغاربية وبناء فضاء مغاربي يعني يعطينا فرصة لكي نخاطب العالم بصوت واحد ونكون مخاطب معناها نمثل مخاطب وحيد باعتبارنا يعني وأيضا نمثل ثقل ديموغرافي وثقل دولي وثقل سياسي. فهذه في تقديري فرصة معنا أمام مجتمعاتنا وأمام شبابنا. وشفت الندوة أكدت كثيرا على الشباب ودور الشباب معنا في بناء هذا الفضاء. لابد أن نمنح ثقة للشباب، ولابد من إيجاد الآليات والمؤسسات والتشريعات معناها التي تيسر هذا المسار حتى يعني يتحقق حلم الأجيال، حلم معناها الوطنيين، حلم الأجداد والأباء معناها في بناء مغرب موحد، مغرب كبير، مغرب مشع، ومغرب الحضارة والثقافة معناها هو مغرب القيم.